تاكل مكرونه اهي ما شاء الله مفلفله من غير الزيت، ما حطيتش فيها زيت. ما دام ايدك فيها مش هتعجن، ما تقلقيش، وما تعليش النار قوي. لما تعلي النار قوي بتخلي المكرونه تعجن منك وما تستويش كويس. بصوا انا المكرونه هي خلاص اتصفت كويس، بعمل ايه بقى علشان تفضل مفلفله كده ويبقى فيها ريحه وطعم الكشري؟ باخد معلقتين من زيت البصل اللي اتحمر فيه البصل واقلبها كويس قوي. بتفضل مفلفله كده حتى لو فضلت ساعه ساعتين لغايه لما تيجي تقلبيها وتاكله، هتفضل برضو معاكي ما شاء الله مفلفله. بصوا بوريكم ان هي هتبقى مفلفله، ولما اجي برضو اغرف هوريكم ان هي مفلفله زي ما هي. جربوا نقطه الزيت دي لو انتوا ما بتعملوهاش. هنا فصين توم صغننين علشان اعمل بيهم الصلصه واعمل بيهم الدقه. هتعملي بالاتنين بس دول؟ انا على فكره يا جماعه ما بحبش التوم كتير في الاكل. وفي نفس الوقت حتى لو هعمل صلصه، لكن صلصه الكشري او الدقه لازم